في حد سأل نفسه قبل كده ليه بس رمضان اللي بيكون فيه مسلسلات كتير جدا وباقي السنة الدنيا قشطة عادي مفيش أي حاجة؟ بص، هو باين إن هو سؤال عادي بس سؤال فيه لفة كده، وطالما كده كده لفة بلفة فخلينا نرجع خطوة لورا. المسلسلات ليهم طريقتين في العرض، في طريقة قديمة وطريقة جديدة. الطريقة القديمة طبعا كلنا عارفينها وهي التلفزيون، والطريقة الجديدة وهي فكرة المنصات اللي بتدفع لها اشتراك شهري وبتكمل طول السنة أو طول الشهر تتفرج بدون إعلانات خالص. قشطة، قول قشطة. بالرغم إن أنا لسه عارف إجابة السؤال ده قريب قوي، إلا إن طول عمري كنت بسأل سؤال: هو إزاي المسلسلات بتكسب؟ يعني أنا عشان أتفرج على فيلم بروح أقطع تذكرة وبخش أتفرج على الفيلم، فأنا عرفت إن هم كسبوا فلوس، لكن المسلسلات انا بتفرج عليها من غير ما ادفع فلوس. ازاي الناس دي كسب؟ لحظه بس هغير الاضاءه وارجع احكي لك اللي انا فاهمه. يا سيدي كده احسن بدل النمسيه اللي الواحد كان قاعد فيها دي. المهم بس قبل ما اسرح واروح اشوف هم بيكسبوا ازاي، سؤالي حلقه اصلا: هم ليه بيعملوا مسلسلات في رمضان بس؟ طبعا ده بينشر فيه مسلسلات تانية على مدار السنه، ولكن ليه الكميات دي موجوده في رمضان بس؟ اللي لفت انتباهي اصلا الموضوع ده كنت بتفرج على فيديو لاحمد ابو زيد ونور في دماغي فكره ليه اصلا المسلسلات بتكون كتير جدا في رمضان. بتتساءل طب ازاي شهر رمضان اللي هو شهر الطاعات والصيام والقيام وكل الاعمال الصالحه دي يكون هو الموسم اللي المسلسلات فيه بتنتج باكبر واضخم صوره على مدار السنه كلها؟ طبعا اصل الموضوع يطول شرح، ولكن ده الواقع اللي احنا بنشوفه كل سنه، وده الفخ اللي احنا بنقع فيه برضه كل سنه. واكتشفت ان السبب ابعد من فكره ان هي عاده مربوطه برمضان. ببساطه شديده جدا الناس في رمضان فعلا بتتغير اذا كان نفسيا او عاطفيا، وده بيبان جدا في الكم الاعلانات اللي بتكون بتتكلم فيها عن الايجابيات والحاجات مش عارف ايه، زي مثلا اعلانات بنك مصر كلها. فكره ان في حاله معينه الناس بتتحرك اتجاهها في رمضان ده شيء مستفز جدا لاي معلن في الدنيا. وهنا ما وصلش للاستفزاز اللي هي حاجه وحشه، لا بالعكس حاجه كويسه جدا. بالعكس ده بالنسبه لهم موسم، وطالما موسم يبقى نستغل. دي عموما راس ماليه بشكل عام يعني، وعشان كده بتلاقي شركات كتير جدا بتواكب الموضوع ده حتى لو الاجواء الرمضانيه دي كلها ملهاش علاقه اصلا بالشركه. طبعا في سؤال دلوقتي هيخش يغيم كده في الدنيا كلها، وهو ايه علاقه ده بسؤال الحلقه؟ في نقطه اخيره عايز اوضحها: المسلسلات طريقه تنفيذها مختلفه شويه عن طريقه تنفيذ الافلام. في المسلسلات بمجرد ما المخرج بيقول فركش، كل الممثلين وكل طاقم العمل بياخدوا اجورهم وبيتوكلوا على الله، وبيتحول المنتج صاحب المسلسل هو راس ماله كله بقى في المسلسل ده، يتصرف فيه زي ما عايز، يبيعه ياجره ويشتريه يعمل فيه اللي هو عايزه. طبعا دي كلها دعابات. اما في الافلام ساعات بيكون الموضوع متوقف على شباك التذاكر بيقول ايه. يعني لو شباك التذاكر الدنيا ربحانه والدنيا تمام بتتوزع بالنسب، وساعات يقول لك لا يا باشا انا اخدت مرتبك او اخدت اجرك توكل على الله، والباقي كله بيكون بتاع المنتج. وطبعا في حالتك كمنتج كحيان وخيروك ما بين انك تعمل مسلسل او تنتج فيلم، طبعا هتختار انك تعمل فيلم عشان لو خساره تبقى الخساره على الكل، ولو المكسب قشطه يلا بينا كلنا مع بعضين. وحتى على الاقل ما تدفعش 40 مليون جنيه لمحمد رمضان في مسلسل زي مسلسل جعفر العمده، ويبقى المسلسل كله اصلا واقف عليك ب 80 مليون جنيه. فاللي هو لا يا سيدي خد 20 وادي 20 ونشوف بقى الدنيا هتقول ايه في الفيلم. لو وصلنا لحد هنا ففي سؤالين مهمين جدا. السؤال الاول: مين بيكسب اكتر، المسلسلات ولا الافلام؟ والسؤال الثاني: ايه علاقه الرغي ده كله بعنوان الحلقه اصلا؟ بص انا هجاوب على السؤال الثاني بسرعه عشان لو انت عايز توكل على الله وتاخد الاجابه وتمشي. فهو ببساطه شديده جدا هم المعلنين هم اللي متحكمين في الصوره دي كلها، وهم السبب الرئيسي في مسلسلات رمضان كل سنه. وده بينطبق على اي شركه كبيره في السوق زي اورنج، فودافون، اتصالات. وانا اتكلمت عن شركات الشبكات تحديدا عشان مش مقاطعه، وفي نفس الوقت بيعملوا اعلانات محترمه جدا اللي بيتعبوا فيها كل سنه بصراحه. بس السؤال بقى الاهم من ده كله: ايه علاقه المعلنين بمسلسلات رمضان؟ لو افترضنا ان ده المعلن وده مسلسلات رمضان، لو عملنا كده هيظهر لك القنوات اللي بتتعرض عليها المسلسلات. اي معلن في الدنيا اهم حاجه بالنسبه له اعلانه يتعرض على اكبر كم ممكن من الناس، ومش شرط ان هو يكون بيبيع منتج فعايز الاعلان بتاعه يظهر للناس عشان الناس تشتري منه منتج. ممكن عشان يكون عنده رساله او توعيه مجتمعيه بوجوده في الحياه اصلا، زي اعلان بنك مصر كل رمضان مثلا. مين بقى اللي بيضمن للمعلنين المساحه اللي يظهر فيها الاعلان بتاعه لاكبر كم ممكن من الناس؟ وهي اي حاجه ترند عموما. ولكن القاعده دي مش دايما ثابته، مش شرط ان يكون حاجه ترند، ولكن الدارج والمضمون لاي معلن في الدنيا طالما حاجه ترند والناس مهتمه بيها انا هحط اعلانك جنبها، اللي هو الف ب بيزنس كده، شيء مضمون ويلا طالما ده الناس بتدور عليه حطه جنب. ففي وقت زي ده تفكير المنتجين كله بيكون رايح على طريقه تفكير المعلنين مش القناه اصلا. طالما المسلسل بتاعي هيتشاف في عافيه المعلنين هيدفعوا فلوس، فتلاقي القنوات الكبيره ما تفكرش مرتين في ان هي تشتري مسلسل لمحمد رمضان ولا كريم عبد العزيز ولا احمد مكي. يا سيدي الراجل بيبيع، ده مش لسه هندور وراه الدنيا ماشيه معاه، ده راجل بينزل كل سنه الناس شغال. وده الهم الاكبر لاي قناه ان هم يوفروا لي المعلنين بتوعهم. لو حبينا نلخص الكلام ده كله بنقول ان المنتج بيدور على الفنان اللي بيبيع، والقناه بتدور على المسلسل اللي هيبيع علشان المعلن يقدر يصرف فلوس زي ما هو عايز في الحته اللي هو ضامن ان هيكون عليها ناس كتير موجوده. واحنا هنا كده الحمد لله على السلامه وصلنا لاخر نقطه: المعلنين والقناه والمنتج. طبعا دي حاجه مش محتاجه اشرحها، المعلن طبعا بيدفع فلوس للقناه والقناه بتدفع للمنتج وكله بيتراضى وكل سنه وانت طيب. اخيرا مش هقول لك بقى سوي سبسكرايب ولايك وبتاع لان طبعا الكلام ده مهم جدا فانا مش لازم اقوله، لانه مهم والله العظيم. ممكن لازم تعمل لايك وشير وحاجات كده لان الحلقه دي فعلا تعبت في السكريبت اصلا غير التصوير، لسه مش عارف عملتش ازاي اسمع علينا يعني. ففي وسط اللك ده كله اهم حاجه ما تخليش كل ده يضيع عليك رمضان. مش بقى تعمل شير والحاجات دي لان بجد بتساعد يعني. طبعا بقول لك انا محبط جدا لان انا بنزل الحلقه بلاقيها جايبه 13 فيو. انتوا مين يا رجاله؟ لا انتوا مين بجد يعني؟ انا محتاج نبقى اصحاب يعني. انتوا شله كده، ده احنا لو قاعدين على القهوه بنبقى اكتر من كده. بس والله بجد بجد الف شكر للظروف والايام خلتنا. شكرا شكرا شكرا. السلام عليكم. انا بختم الحلقه. السلام عليكم. سلام سلام سلام.